بيبدأ المسلسل في مدرسة ثانوية. المدرس بيبقى واقف بيشرح الدرس بس الفصل كله نايم ولا حد مركز إلا طالب واحد بس اسمه يون جامين، قاعد في أول الديسك لابس نظارة ومركز جدا بيكتب كل كلمة المدرس بيقولها، حتى لما بيشتمهم هو كمان بيكتب الشتيمة كأنها شرح. يون جامين شكله من اللي بيتقال عليهم دحيح، بس رغم إنه بيذاكر كتير ومن هو صغير بياخد دروس وبيسهر، بس عمره ما جاب نتيجة كويسة، دايما بيطلع من الأواخر. ولما دخل المدرسة الثانوية قرر يبدأ صفحة جديدة، يحط هدف قدامه إنه يجيب مجموع كبير ويدخل الكلية اللي بيحلم بيها. في أول يوم ليه في المدرسة الجديدة دخل الفصل متحمس، لابس يونيفورم منتظم، لكنه اتصدم، هو الوحيد اللي لابس رسمي والباقي نصهم بيتخانق في نص الفصل والنص التاني ماسك سجاير. وبرغم كل اللي بيعمله بيجي ترتيبه في الآخر قبل الأخير، يعني تقريبا أضعف واحد. جميل بيتصدم بس ما بيستسلمش، بيقرر يدور على حد يذاكر معاه، يشجعوا بعض يعني ويطلعوا من اللي هو فيه. تاني يوم بيفضل يبص في وشوش الطلبة لحد ما بيلاقي شاب باين عليه محترم وهادي رايق وبيذاكر، فبيروح له وبيطلب منه يبقوا مجموعة مذاكرة سوا. قبل ما الطالب ده يرد فجأة بيهجم عليه طالب تاني شكله بلطجي وبتبدأ خناقة جامدة. الفصل كله بيتفرج وبتتحول الحصة لساحة قتال. الطالب البلطجي بيكسب، وساعتها بيعرف إن اللي بيحدد ترتيب الطلاب في المدرسة مش الدرجات، لأ، ده الترتيب حسب القتال، والبلطجي ده بيبقى ترتيبه 170 ويون جميل قبله على طول. بعدها بيدخل مشرف الفصل وبيعلن عن وصول مدرسة جديدة. الكل بيستنى، ولما بتدخل بيتفاجئوا إنها صغيرة وجميلة، وهنا بنكتشف إن يون جميل يعرفها لأنها كانت بتديله دروس خصوصية زمان وكانت دايما بتدعمه وتحفزه. المدرسة بتحاول إنها تبدأ الحصة وتاخد الغياب، لكن الطلبة بيستقبلوها بطريقتهم. واحد منهم بيرمي أكل على السبورة فبتتخض والطلبة بتضحك وبيتريقوا عليها وهي مش قادرة تعمل حاجة. فجأة بيصحى هوان، أقوى طالب في المدرسة وترتيبه رقم واحد في القتال، بيقوم يروح للطالب اللي رمى الأكل ويضربه جامد لدرجة إنه بيكسر بيه باب الفصل، وكل الطلبة ساكتين ومخضوضين. فالمدرسة بتحاول توقفه بس محدش بيسمع لها، لكن لما هو بيأمرهم يرجعوا لمكانهم الكل بينفذ من غير نقاش كأنه هو المدرس الحقيقي. بعد الحصة المدرسة تروح ترمي الزبالة وبتلاقي الباسكت مليان سجاير، بتلاحظ إن الطلبة بيشربوا عادي في الحوش، فيون جميل بيروح يكلمها وبتفرح لما بتشوفه وبتسأله عامل إيه، لكنه بيسألها بصراحة هتقدمي استقالتك؟ بترد إنها مش ناوية تستسلم من أول يوم، وبتطلب منه هو كمان ما يستسلمش. الكلام ده بيدي يون جميل دفعة وبيوعدها إنه هيكمل ويحاول. بيرجع يدور على الطالب الدحيح عشان يقنعه يذاكر معاه، بيفضل يلاحقه في كل مكان وهو بياكل وهو نايم حتى في المكتبة، لحد ما الطالب بيوافق في الآخر عشان يتخلص منه. بيقعد يشرح له مسألة وبيتفاجئ إن يون جميل كاتب كل حاجة حتى اللي المدرس بيقوله في حصة الألعاب. ساعتها بيقول له بوضوح أنت غبي، المدرسة دي المذاكرة فيها ملهاش معنى، هنا القتال هو الأساس. وبيفهمه إن مدير المدرسة هو رئيس عصابة وابنه عامل تطبيق بيرتب الطلاب حسب قوتهم. المدرسة بتروح تشتكي للمدير من السجاير بس هو بيتجاهلها وبيشربها قدامها عادي وبيقول لها جربي انتي. فجأة سيهون الطالب الدحيح ده بيروح الحمام وفجأة بيتخبط، فبيفتكر ان يون جميل رجع له، لكن بيطلع هوانج بيحاول يعتذر له بس هوانج بيرفض وبيسحله ضرب. المدرسة بتسمع صوت ولما بتبص بتشوفه وهو وطلبة تانيين بيضربوه. بتحاول تطلب مساعدة من المدرسين لكن محدش بيساعدها، فبتقرر تتدخل بنفسها، لكن قبل ما تتحرك يون جميل بيظهر ويوقفها وبيقول لها سيبيني انا اتصرف، هو زميلي في مجموعة المذاكرة اللي ناوي يعملها. يون جميل بيلبس قناع كده عشان يخفي وشه، بيدخل على المجموعة اللي بتضرب سيهون ومعاه طفاية حريق بيرشهم بيها وبيقدر فعلا ينقذ صاحبه. جميل بياخد سيهون وبيخرج بيه من المكان، والمدرسة بتبقى متفاجئة من اللي عمله، لكن سيهون بيقول له انت ليه انقذتني؟ علشان خايف من هوان، هو اقوى طالب في الفصل. انت لحقتني بس بعد ما ضربني وخلص دلوقتي هيرجع يضربني تاني بسببك، وبيسيبه ويمشي. جميل بيروح يعتذر له، لكن قبل ما يلحق يعمل كده هوانج بيمسك سيهون وبيضربه تاني وبيسأله مين المقنع اللي أنقذك، لكن سيهون بيرفض يعترف وبيفضل ساكت، فهوانج بيتعصب أكتر وبيبدأ يضربه جامد.
وقبل ما يضربه بالمضرب جميل بيوصل وبيقف قدامه بيحميه من الضربة وبيصدها برجله لدرجة إن المضرب اتكسر. ساعتها الكل بيستغرب إزاي قدر يعمل كده، وبنشوف فلاش باك لجميل وبنعرف إنه من زمان وهو بيتدرب على التمارين الرياضية كل يوم، وده لأنه مؤمن إن العقل السليم في الجسم السليم، وكان شايف إن قوة جسمه ممكن تساعده يذاكر بشكل أفضل ويحقق حلمه. نرجع تاني للحاضر، هوانج بيحسب إن جميل مجرد طالب عادي وبيبدأ يهاجمه، لكن جميل بيهزمه في ثانية، ضربة واحدة بيوقعه على الأرض. بعدها بيروح يطمن على سيهون وبيقول له عايز أعمل معاك مجموعة دراسية وأنا هحميك، بس سيهون بيرفض وبيقول له أنت جبان مستخبي ورا قناع وبيمشي. جميل بيزعل من كلامه، ولما بيرجع البيت بيفتكر ذكرياته أيام ما كان صغير وكان نفسه يعمل مجموعة دراسية، بس دايما الطلبة كانوا بيرفضوا عشان درجاته وحشة، وكان دايما بيقفل على نفسه ويقعد يعيط. ومامته كانت بتحاول تطمنه وتقول له إنه أكيد هيلاقي صاحب في يوم من الأيام. بيفوق جميل من تفكيره وبيقول لنفسه إنه مش هيستسلم وهيحاول تاني. تاني يوم المدرسة بتوصل في ميعادها وبتشوف الطلبة بيشربوا سجاير جنب البراميل، لكن المشرف بيزعق لهم وبيطلب منهم يدخلوا الفصل. المدرسة بتحس إن أخيرا في حد بيفكر زيها وبتروح تطلب منه يساعدها، لكنه بيقول لها إن في مفتش جاي من الوزارة وبيطلب منها تخبي البراميل عشان ما يحصلش مشاكل. المدرسة بتتضايق من كلامه، بس هي بتضطر تعمل كده عشان ما تأذيش الطلبة. بتحاول تشيل البراميل بس هي تقيلة، فبيجي طالب اسمه بارك بيحاول يساعدها وبيقول لها إنها مش هتعرف تغير المدرسة لوحدها، بس هي بترد عليه على الأقل هحاول. في نفس الوقت جميل بيدخل الفصل وبيلاقي مذكرة فيها شرح للمواد وبيعرف إنها بتاعت سيهون، فبيروح يشكره وبيطلب منه ينضم للمجموعة الدراسية. بس فجأة هوانج بيظهر من وراه وبيضربه وبيقول له إنه عارف إنه هو اللي ضربه امبارح. كل الطلبة بيخرجوا من الفصل، هوانج بيمسك المذكرة وبيولع فيها وجميل بيتوجع من المنظر، بيحاول يطفيها لكن هوانج بيضربه. المرة دي جميل بيصد كل ضرباته بسهولة وبيضربه برجله وبيوقعه على الأرض. الطلبة بتتصدم من اللي بيحصل. جميل بيجري على المذكرة بس هي اتحرقت خلاص، بيتعصب وبيطلب من هوانج إنه يعتذر له بس هو بيرفض، فبيهجم عليه تاني. جميل بيصد كل ضرباته، بيطير العصاية من إيده وبيوقعه تاني. بعدها هوانج بيرمي عليه شنطة مولعة، لكن جميل بيطير في الجو وبيصدها برجله ويرجع يرميها عليه. الطلبة كلها تتفاجئ من قوته، حتى هوانج بيغمى عليه وبيعرفوا إنه محترف في القتال، لدرجة إن هم كانوش حاسين بوجوده أصلا في الفصل. ساعتها سيهون بيتأثر وبيروح لجميل وبيقول له إنه موافق ينضم للمجموعة الدراسية، فجميل بيفرح وبيشكره. وفي اللحظة دي المدرسة بتدخل الفصل وبتشوف الشنطة مولعة بتجري تطفيها قبل ما النار تمسك في المكان، بس المدير بيدخل مع المفتش وبيشوفوا جميل وبيطلبوا منه يجوا على مكتبه، وهناك بيقرر يفصله. لكن المدرسة بتتدخل وبتقول له هو كان بيدافع عن نفسه، المدرسة دي مليانة طلاب متنمرين وانت من الصبح بتحاول تداري على المشاكل بدل ما تحلها، واحنا مهمتنا نساعدهم ونوجههم مش نطردهم. المفتش بيعجبه كلامها وبيقرر يديهم فرصة تانية، خصوصا بعد ما اقترحت يعملوا مجموعة دراسية كطريقة لتغيير المدرسة. في الوقت ده بنشوف سيهون ماشي في المدرسة والطلبة بقت بتخاف منه، لكن وراه بيتضح انهم جايين ياخدوه وبيطلعوا بيه على السطح عشان يقابل ابن صاحب المدرسة اللي هو كمان صاحب تطبيق القتال، وبيقول له إنه خسر ومش عاجبه اللي حصل. تاني يوم جميل بيصحى بدري بيروح يتدرب كالعادة وبيفكر في حلمه، وبيرجع يمثل إنه نايم في البيت عشان مامته ما تحسش، وبيروح المدرسة ويقابل سيهون وبيروحوا سوا للمدرسة، لكن بتقول لهم إن لازم المجموعة تبقى 5 طلاب عشان تتسجل رسمي، وقدامهم أسبوعين بس. الاتنين بيتفاجئوا وبيحسوا بالإحباط، لكن المدرسة بتساعدهم وبتشجعهم وبتقول لهم يعملوا إعلان في المدرسة عشان الطلبة تعرف وتنضم. جميل بيعجبوا اقتراح المدرسة عن تكوين مجموعة دراسية وبيبدأوا يدوروا على طلبة تنضم ليهم، لكن مفيش حد بيهتم. الطلبة شايفين إن فكرة المذاكرة والجد والاجتهاد حاجات مش ليهم. جميل بيقعد مع زميله في المكتبة وبيقرروا يخلوها مقر للمجموعة، وفجأة بيدخل عليهم طالب بلطجي ترتيبه الثالث في القتال وبيكون جاي يتخانق مع جميل عشان يزود ترتيبه ويبقى أقوى واحد في الفصل. سيهون بيحاول يمنعه وبيحذره إن جميل مش طبيعي وبيقول له إنه وحش بشري، وهزم هوانج بسهولة، لكن الطالب ما بيصدقش وبيهجم على جميل. جميل من غير ما ياخد باله بيفكر إن الطالب جاي يقدم في المجموعة الدراسية، فبيفضل يدور على استمارة التقديم ويتفادى الضربات من غير ما يبص له حتى وكأنه مش شايفه أصلا. الطلبة اللي بيبقوا واقفين بيشوفوا الموقف كله وبينبهروا بقدرة جميل على تفادي الضربات وهو قاعد
قاعد، الطالب بيقع على الأرض وجميل بيروح يطمن عليه لكن بيضربه عشان يفوقه، فبيتهيأ للطلبة إن جميل بيفضل يضربه وهو مغمي عليه. الخبر بينتشر في المدرسة والناس بتبدأ تزود في الكلام، واحد بيقول إن جميل هزمه في ثانية، واحد تاني بيقول ده عنده أجنحة وبيطير، واحد تاني بيقول ده بيتكلم مع العصافير. جميل بيحبط من اللي بيحصل وبيبدأ يدور بنفسه على طلبة شاطرين، بيقول هيعرفهم من نظرة عينيهم، بس لما بيشوفوه الطلبة بيخافوا منه ويبعدوا. ولما بيدخل المطعم الكل بيهرب وبيسيب المكان. بعدها بيشوف بارك وسيهون بيقول له إنه كان بيدرس في أمريكا، فبيتعلق في أمله وبيقول له شايف في عينيه نظرات المذاكرة وبيجري يتكلم معاه. بيعرض عليه إنه ينضم للمجموعة لكن بارك بيفكره مجنون وبيقول له إن المدرسة دي ما فيهاش حد بيذاكر وبيمشي. جميل بيزعل وبيقعد مع سيهون في المكتبة مستني أي طالب يجي، وفجأة المدرسة بتدخل وبتلاحظ إنهم محبطين فبتحاول ترفع من معنوياتهم، فبتاخدهم على المطعم وبتجيب لهم أكلهم المفضل وبعدها بتشتري لهم آيس كريم ويقضوا وقت لطيف سوا. وهي راجعة بيتها بتكتشف إن جميل نسي كتابه معاها فبتتصل بيه بس هو ما بيردش. بتوصل شقتها وبتلاحظ إن الباب مفتوح، ولما بتدخل بتلاقي هوانج مستنيها وشه متبهدل من الضرب. بنعرف إن ابن رئيس العصابة ضربه وأمره يخطفها. بتحاول المدرسة تتصل بالشرطة لكن هوانج بياخد منها الموبايل وبيقفل عليها الباب وبيعتذر وبيقول لها إنها مش بإيده. فجأة الكهرباء بتقطع وبيظهر شخص مقنع وبيهجم على هوانج واللي معاه. القناع بيطلع بارك وبيقدر يهزمهم وياخد المدرسة ويهرب، وهي في الأسانسير بتفتكره وبتعرف إن هو اللي ساعدها في المدرسة قبل كده. لكن المفاجأة إن العصابة كانت مستنياهم تحت، بيحاولوا يهجموا وبارك بيقاوم بس العدد كبير وبيتضرب من ورا ظهره وبيقع. هوانج بيستغل الموقف وبيحاول يخطف المدرسة بس جميل بيوصل في اللحظة المناسبة وبيبعدوا عنها. بيقلع نضارته وبيقرر يواجه العصابة كلها. بيتريقوا عليه بس جميل بيستخدم مهاراته في القتال وبيهزمهم واحد ورا التاني. بياخد سلاح شبه أسلحة النينجا وبيقف في النص وأي حد بيقرب له بيوقعه بضربة واحدة. في الآخر بيروح يطمن على المدرسة وفجأة هوانج بيهجم عليه من ورا بس بارك بينقذه، وكان هيخلص على هوانج بس جميل منعه وقال له ما يتحولش المجرم. بارك بيقول له إن العصابة دي قتلت مامته وعلشان كده مش قادر يسامحهم. هوانج بيهرب وبارك بيحذر المدرسة تبعد عن العصابة عشان مش عايزها تموت زي مامته وبيمشي. بعدها المدرسة بتروح تشكر جميل وبتديله الكتاب اللي نسيه وبتقول له يهتم شوية بالمذاكرة وبترجعه ينام بدري. ولما توصل بيتها بتكون هتبلغ الشرطة لكن واحد من العصابة بيخبط عليها وبيقول لها إنه ابن رئيس العصابة هو اللي أجبره على كل ده وبتقرر تسامحه لكن بشرط يقول لها كل حاجة يعرفها عن العصابة. تاني يوم جميل بيروح المكتبة مع سيهون وفجأة بتوصل له رسالة من طالب عاوز ينضم للمجموعة، فبيتحمس وبيجري على الفصل ولما بيدخل بيتفاجئ إن بعتت الرسالة دي بنت اسمها جيوو. سيهون بيتوتر لما يسمع الاسم وبيقول له إنها أخت هوانج التوأم وإنها ممكن تكون أخطر منه. في الوقت ده بنشوف جيوو في الفصل وبتتعرض للتنمر من طالبة، لكن لما الطالبة تتعرض لصاحبتها جيوو بتتغير وبتقف لها. في اللحظة دي جميل بيدخل وبيمسك اللبانة اللي كانت تترمي على الجدول بإيده وبيفرح إن في حد منظم زي كده وعايز يذاكر. الطلبة المتنمرة بتستغرب وبتسأله هو مين، وفجأة بيدخل طالب كبير اسمه كيم وبيقول إن جيوو تبقى حبيبته وبيهدد جميل وبيقول له يخرج من الفصل. سيهون بيتوتر لأن كيم معروف إنه شخص خطير وفعلا بياخد جيوو ويمشي. بعدين كيم بيتكلم معاها وبيقول لها إنها مش هينفع تتكلم مع أي شاب غيره من غير إذنه. كيم بيقف قدام جيوو وبيقول لها إنها لازم تتعاقب وبيديها اختيارين، يا تمد إيدها وتتضرب يا تطلع معاه في ديت بس من غير ما تفكر. بتختار تمد إيديها، بيمد إيده يضربها لكن فجأة جميل بيرمي البانة في وشه وبيدخل الفصل وبيوقفه. جميل بيقول له فاكر نفسك جامد علشان غلبت هوانج، ويقلع نضارته وبيقف له وبيبدأوا يتخانقوا. كيم بيحاول يشيله ويوقعه بس قبل ما يكملوا المشرف بيدخل الفصل وبيقول للكيم إن المدير عايزه. كيم بيلبس نضارته وبيقول للجميل إنه هيشوفه تاني ويمشي. البنات بيبصوا لجميل باستغراب وشجاعة، وبعدها بيرجع المكتبة زميله سيهون بيقول له إنه كان متهور وبيحذره من كيم. فجأة بتدخل واحدة جديدة عليهم صاحبة جيوو بتقول لهم إنها هي اللي بعتت الرسالة وبتحكي لهم إن أول ما دخلت المدرسة المتنمرين حاولوا يضايقوها ويسرقوا فلوسها لكن
جي وو دفعت عنها وكانت الكل بيخاف منها. بس في يوم أخوها هوانج اتعرض لهجوم من عصابة سرقت فلوسه واضطر يستلف من كيم صور له فيديو وهو بيسرق وبدأ يهدده بيه، ومن ساعتها بيستغل جي وو بيجبرها تنفذ أوامره وهي خايفة على أخوها ومش قادرة تدافع عن نفسها. البنت بتقول إنها هتمشي من المدرسة قريب وبتطلب من جمين وسيهون يساعدوا جي وو يمسحوا الفيديو ويضموها لمجموعتهم. سيهون بيرفض لكنه بيوافق لما البنت بتبصله باستعلاء. لما البنت بتبصله جمالها بيأثر عليه، بيقول لها علشانك أطلع القمر. بيعرفوا إن الفيديو في أوضة لجنة التأديب وكيم عضو فيها، والمكان ده ممنوع حد يدخله لأن أعضاء اللجنة دول بلطجية وبيستخدموا العنف. 2 طلاب بيحاولوا يدخلوا الأوضة لكن كيم بيشوفهم بيقفل الباب ويمسكهم في ثانية يضربهم جامد، وبعدها بنكتشف إنهم صحابه. في نفس الوقت المدرسة بتكتشف إن هوانج اختفى. جي وو بتعرف من صاحبتها وبتروح تساعده، لكن جي وو بتلاقي جمين خارج بالأجهزة، فجمين بيتكعبل والكمبيوتر بيقع قدام سيهون وبيطلب منه ياخده ويجري. سيهون بيتردد بس في الآخر بياخده ويطلع فوق السطح، فكيم بيوصله ويهدده يسلمه الكمبيوتر. سيهون بيرفض وبيرمي الكمبيوتر من فوق وبيتكسر، فكيم بيتعصب وعايز يضربه بس جي وو بتيجي من وراه وتقول له مفاجأة انت خلاص ما تقدرش تعمل حاجة، وبتشيله وترميه. كيم بيحاول يهاجمها تاني لكن بتوقعه وبتقول له دي النهاية. المشرف بيجي ياخد جمين يعاقبه لكن الفلاشة بتقع على الأرض. صاحبة جيو بتشوفها فبتحاول تاخدها بس المتنمرة بتوصل قبلها، فصاحبة جيو هيون بتضربها بكل قوتها وبتاخد الفلاشة وبتثبت إنها برضو قوية وقت الجد. في الناحية التانية هوانج بيقابل هان ويعرف إن كيم هو اللي سرقه وبيهدد أخته. هان بيديله سلاح وبيطلب منه يخلص عليه، فهوانج بيروح المدرسة مش شايف قدامه، وأول ما بيشوف كيم بيهجم عليه لكن المدرسة بتقف قدامه وتاخد الضرب عنه. بتقوله إنها عملت كده عشان عارفة إنه مش هيقدر يسامح كيم لكن هي ممكن تسامحه، وبتفكر في أخوها الصغير فبتمسك إيده وتوعده إنها هتساعده لأنها عرفت إن هوانج وأخته عاشوا لوحدهم وتربوا في ظروف صعبة، لكنها بتقع على الأرض وبتفقد الوعي. بعد ما جيو دخلت الأوضة وشافت اللي حصل هوانج اتفاجئ وفضل يعيط من الصدمة والندم، وفي اللحظة دي جمين وصل بسرعة وشال المدرسة عشان يلحقها وراح للمستشفى وفعلا نجح في إنه ينقذ حياتها. بعدها جيو راحت تزورها في المستشفى وفرحت قوي إنها فاقت واعتذرت لها على اللي أخوها عمله وقالت لها إنها مستعدة تدفع تكاليف العلاج كلها. بس المدرسة طمنتها وقالت لها أنا هسامحك وهسامح أخوكي لو وافقتي تنضمي للمجموعة الدراسية بتاعت جمين، وفعلا اتصالحوا وبقوا كلهم يرجعوا مع بعض المدرسة. جمين كان فرحان جدا لأنه أخيرا بقى عنده أصحاب يذاكر معاهم، بس وهو قاعد معاهم في المكتبة حد فجأة حدف طوبة على الشباك وكسر الإزاز، ولما بص لقى بلطجي واقف تحت بيطلب منه ينزل يتخانق معاه عشان يزود تصنيفه في المدرسة. بس جميل ما اهتمش وقال له اعتبر نفسك كسبت وسابه ودخل. فالبلطجي اتضايق وافتكر ان جميل بيتريق عليه فراح قطع اعلان المجموعة الدراسية وهدده انه هيأذي اي حد هينضم للمجموعة. فجميل اتضايق من اللي حصل فقرر يرد عليه، نط من الشباك ونزل عليه ضرب كسر عظمه وخلاه يفقد الوعي. الطلاب اتفاجئوا من قوته وبدأوا يبصوا له على انه مش طالب عادي لكن زي ما يكون كده بطل خارق. وسط الطلاب كان في واحد شاف كل ده واتأثر، ففي فلاش باك بنشوف ان الطالب ده كان طول عمره ضعيف وكان بيتمرن عشان يبقى اقوى لكنه ما كانش بيقدر ينتصر لحد ما دخل المدرسة الثانوية وبدأ يكسب شوية بس تصنيفه وقف عند رقم 17. لما شاف جمين قرر ينضم للمجموعة عشان يتعلم منه. بنرجع للحاضر، جمين رفض يضمه لانه ما بيحبش القتال وعاوز يذاكر وطرده من المكتبة، بس الطالب أصر وقال له انه عايز يذاكر معاهم، فجمين قرر يختبره اداه كتاب وقال له يحل المسائل دي. الطالب بدأ يذاكر بس فجأة دخل عليه بلطجي تاني واضح انه تبع العصابة وسأله اذا كان يعرف جمين، فالطالب اعترف وقال له ايوه البلطجي طلب منه يركب معاه العربية، وفعلا راحوا سوا المخزن مهجور. هناك البلطجي عرف نفسه وقال له انه من عصابة بتجمع اقوى الطلبة وقرر يختبر الطالب وقال له لو قدرت تاخد مفتاح العربية ده هتبقى واحد مننا، وظهر 3 اشخاص عشان يمنعوه. الطالب وافق وقال لنفسه دي فرصتي. في نفس الوقت جميل واصحابه كانوا في المكتبة بس لما لاحظوا ان الطالب اختفى
افتكروا إنه انسحب لحد ما بارك دخل عليهم وحكى لهم كل حاجة شافها. بنرجع للمخزن، الطالب بيحاول يتخانق مع أفراد العصابة بس هو مش قادر يهزمهم وفشل في الاختبار. البلطجي ضربه جامد وقرر يتخلص منه لأنه كان فاكر إنه بيكذب وإنه مش من مجموعة جميل. بس فجأة جميل وأصحابه وصلوا وجميل قال له انت دلوقتي بقيت واحد مننا ومحدش هيأذيك. فالبلطجي قعد يضحك وقرر يختبر قوتهم. اول واحد من العصابه هجم على جيوو لكنها دفعته وكسرته، فبارك واجه التاني وغلبه بسهوله. التالت كان معاه سلاح وهاجم جميل، بس جميل استخدم اعلان المجموعه زي ما يكون سلاح وضربه بيه ووقعه. بعدها راح ينقذ الطالب وهاجم البلطجي الكبير اللي صد ضربته بسهوله ووقعه. دي كانت اول مره حد يقدر يصد ضربه جميل، بس جميل ما استسلمش، قام تاني وقلع نضارته وبدأ يقاتل بكل قوته. هو وبارك وجيو هجموا عليه مع بعض، لكن البلطجي كان قوي جدا، بيقاتل بسرعة وباحترافية وبيفادي ضرباتهم وبيضربهم بقوة. لما قال لجميل ليه بتدافع عن طالب ضعيف، ده هيبقى عبء عليك، جميل اتعصب وقال له ده صاحبي ومش عبء على حد. جميل قرر يستخدم تقنية قوية جدا مدربه كان حذره منها، جري ناحيته بسرعة وضربه في رجله ورفعه في الجو وبعدها ضربه في راسه وطيره وبدأ يضرب فيه ضربات متتالية. تاني يوم بيتجمعوا في المكتبة وبيبدأوا يذاكروا سوا ومستواهم الدراسي بيبدأ يتحسن فعلا. لكن وهم رايحين المدرسة بيوقفهم كيم وبيستغل سلطته وبيقول لهم إن لبسهم مخالف ومش هيسمح ليهم يدخلوا. فجيو بتتضايق وبتفكر تضربه، لكن فجأة بتوصل المدرسة بعد ما خرجت من المستشفى وبتتكلم مع كيم بهدوء وبتقنعه يدخلهم. بيفرحوا إنهم دخلوا من غير عنف وبيشكروها. بعدها المدرسة بتجمعهم في المكتبة وبتبلغهم إنها هتاخدهم على مدينة سيول علشان يقابلوا مجموعة دراسية زيهم، وبتطلب منهم يجهزوا نفسهم. تاني يوم كل واحد بيلبس أحسن حاجة عنده وبيمشوا في الشارع بثقة، لكن في الطريق بيتعرضوا للتنمر من ولدين بيقول عليهم ناس شكلها وحش. زيو بتتضايق وبتقرر تعلمهم درس وفعلا بتضربهم وبتخليهم يعتذروا. بعدها بتوصل المدرسة لكن بتلاحظ إن جميل مش معاهم، بيعرفوا إن اتأخر بسبب المواصلات فبيقولوا يروحوا وهو يجي وراهم. فبيوصلوا المدرسة كبيرة ويدخلوا المكتبة وهناك بيقابلوا طلاب عاملين مجموعة دراسية زيهم وبيبان إنهم شاطرين، لكن أصحاب جميل بيقلقوا إنه اتأخر وبيخافوا يكون ضاع. في الوقت ده جميل بالغلط بيروح على مدرسة تانية قديمة ملهاش علاقة وبيفكر إن دي المدرسة المطلوبة. فلما بيدخل بيشوف آثار دم على الأرض لكنه ما بيفهمش اللي حصل وبيفكر إن الطلاب بيذاكروا بجد لدرجة إنهم مش بيخرجوا حتى لو اتعوروا. فبيدخل جميل المدرسة وبيشوف شوية متنمرين بيشربوا سجاير، وبدل ما يشك فيهم بيروح يسألهم عن مكان المجموعة الدراسية. واحد منهم بيحاول يضربه بطفاية حريق لكن جميل بيتفادى الضربة وبيلاحظ نضارة مرمية على الأرض وبيعرف إن في طالب متفوق اتخطف. في اللحظة دي جميل بيغير من شخصيته الهادية وبيبدأ يتحول لجميل القوي، بيتخانق مع المتنمرين وبيهزمهم واحد ورا التاني بسرعة. بيروح لآخر واحد وبيكسر باب الفصل وبيدخل على الطالب المتفوق وبيديله نضارته. وقتها بيجيله مكالمة من صاحبه وبيعرف إنه في مدرسة غلط. يقرر ياخد الطالب المتفوق معاه ويرجع على المدرسة الصح، لكن قبل ما يخرج واحد من المتنمرين بيهجم عليه فجميل بيضطر يقلع النضارة وبيبدأ يقاتله بكل قوته. بيطير في الجو وبيضربه ضربة قوية وبيفقد الوعي. الطالب المتفوق بينبهر من اللي حصل، ولما بيقرب من جميل عشان يسلم عليه جميل بيفتكره جاي ياخد النضارة فبيديها له ويمشي. بيوصل بعدها للمدرسة التانية وبيتجمع مع أصحابه وبيبدأوا يهزروا. الطلبة الذكية اللي كانت بتعاملهم بغرور بتلاحظ اللي حصل وبتبدأ تغير معاملتها معاهم بعد ما شافت إنهم مش ضعفاء زي ما كانت فاكرة. في اليوم التاني الطالب المتفوق بيروح يتكلم مع جميل لوحدهم، بيشكره لأنه أنقذه من عصابة المتنمرين وبيحط نضارته وبيقول له فاكرني احنا كنا مع بعض في ابتدائي، أنا آسف إني زمان كنت ببعد عنك عشان ما كنتش شاطر وكنت دايما أضحك عليك. فجميل بيبتسم له وبيقول له إنه مش زعلان وإن اللي يفرحه فعلا إنه بقى عنده دلوقتي أصحاب حقيقيين يذاكر معاهم. تاني يوم جميل بيرجع على المدرسة وبيروح للمكان اللي المفروض يذاكروا فيه بدل المكتبة، لكن بيلاقيه متبهدل ومليان تراب. ما بيستسلمش وبيبدأ ينظف المكان بنفسه، ولما بيشوفوه أصحابه بيساعدوه. المدرسة بتشوفهم وبتفرح إنهم بقوا فريق واحد وفعلا بيحولوا المكان من مهمل لمكان يستاهل المذاكرة، وده كان إنجاز حقيقي. فجأة بيظهر واحد من الطلبة المتنمرين وبيتفاجئ إن المكان اتنضف عشان هو متعود يشرب سجاير فيه. بيحاول يرجع يعمل كده لكن جي وو بتوقفه وبتقوله إن التدخين ممنوع وبتطلب منه يخرج. بيرد عليها باستهزاء وبيقول لها إنه هيكسر عظم وشها وبيتريق عليها
عليها، وبيقول لها إنه رغم إنه متنمر لكنه دايما الأول. بعد ما بيخرج جميل بيقرر يقبل التحدي وبيقول إنه هيذاكر ويجيب أعلى درجة في الامتحانات. في اللحظة دي المدرسة بتدخل وبتقول لكل واحد ترتيبه في المدرسة، وجميل بيتصدم لما يعرف إنه في المركز الأخير، وبيفتكر سيهون ترتيبه التاني عن المدرسة. المدرسة بتقول إنه فاضل 20 يوم على الامتحانات ولازم يجتهدوا. بعد الحصة سيهون بيجيله تليفون من باباه وبيضطر يمشي. باباه بيطلب منه يسيب المدرسة ويشتغل عشان يصرف على نفسه. فوقتها سيهون بيتذكر وهو صغير قد إيه كان متفوق وكان بيجيب درجات عالية، لكن لما بيرجع البيت بيلاقي خناقات لأنه من عيلة فقيرة، والأطفال زمان كانوا بيتنمروا عليه وكانوا بيبعدوا عنه عشان متفوق. بعد شوية بتقابله هي وون وبيتمشوا سوا. بتحسوا إنه فقد الثقة في نفسه، فبتقوله إنه مميز وإنهم فخورين إنهم صاحبهم، وبان عليها إنها معجبة بيه. ولكن وهم في الطريق بيقابلوا المتنمرين بيبدأوا يضربوا سيهون ويتريقوا عليه، ولما هي وون بتحاول تدافع عنه البنت المتنمرة بتضربها هي كمان. في اللحظة دي سيهون بيجمع شجاعته وبيحاول يحميها، بس المتنمر بيضربه جامد وبيوقعه وبيقول له أنا هاخد صاحبتك عشان أنت ضعيف ومش عارف تحميها. فجأة جميل بيوصل في اللحظة المناسبة وبيضرب المتنمر بصباع واحد وبيرميه بعيد، وبيتصدم الكل من قوته. أصحاب المتنمر بيحاولوا يصوروه عشان يبعتوه للمدير، لكن جميل بيضرب الموبايلات برجله ويمسح الصور وبعدها بيطمن على صاحبه. بس سيهون بيكون محرج عشان حاسس إنه دايما ضعيف وما بيعرفش يدافع عن نفسه. فلما بيرجع البيت باباه بيكمل عليه وبيقول له يشتغل ويجيب فلوس، بس سيهون بيتعصب وبيقول له أنا هكمل دراستي ولما اتخرج هشتغل في وظيفة محترمة، أنا مش هبقى زيك قاعد في البيت ومن غير لازمة. وبيسيبه ويمشي. وهو ماشي بيلاقي جميل مستنيه بيقول له يجي يبات عنده، بس سيهون بيرفض وبيقول له إنه مش صغير ولازم يعتمد على نفسه. بس جميل كان عايز يفضل معاه لكن ما يقدرش يتأخر أكتر عشان والدته. بعدها سيهون بيروح لمكان شغل عشان يشتغل، بس بيلاقي المتنمر مستنيه ومتعصب جدا. بيقرر يضربه عشان ينتقم منه، وسيهون بيخاف وبيحس إن نهايته قربت. لكن فجأة جميل بيتصل بيه من مكان عالي شايف منه كل اللي بيحصل وبيبدأ يديه نصايح يقاوم بيها. فسيهون بينفذ النصايح وفعلا بيتفادى الضربات واحدة ورا التانية، وبيفضل يعمل كده لحد ما المتنمر بيتعب. وفجأة سيهون بيستغل الفرصة وبيوقعه على الأرض، لكن التليفون بيفصل والمتنمر بيتعصب أكتر ويفضل يضربه. جميل لما بيشوف كده بيجري بكل سرعته عشان ينقذه، لكن لأول مرة سيهون بياخد خطوة بنفسه وبيضرب المتنمر ضربة قوية براسه بيخليه يفقد الوعي. جميل بيوصل وبيتفاجئ إن صاحبه قدر يدافع عن نفسه وبياخده معاه عشان يبات عنده، بس لما بيوصل بيلاقي مامته مستنياه ومتعصبة عشان اتأخر. سيهون بيلاحظ إن رغم إن جميل قوي لكن بيخاف من مامته وبيعرف إنها الشخص الوحيد اللي ليها تأثير عليه. ولما بيدخلوا جميل بيعتذر له لو كان السبب في أي مشاكل، وبتدخل والدته وبتقول له إنها هتنقله من المدرسة. جميل رجع بقى زعلان لأنه أخيرا حس إنه بقى عنده أصحاب، بس فجأة كل حاجة ممكن تروح. فلما جه ينام طلب من سيهون ينام مكانه على السرير، بس سيهون رفض وقال له لأ نام انت. فضلوا الاتنين يفضلوا يعزموا على بعض لحد ما في الآخر الاتنين يقرروا يناموا على الأرض. تاني يوم مامة جميل بتروح المدرسة عشان تسحب ملفه وتنقله، وبتقابل المدير. أصحابه بيتفاجئوا لكنهم بيبقوا مطمنين لأن مفيش مدرسة هتقبله بسهولة، درجاته ضعيفة جدا تقريبا صفر. بيكونوا فرحانين إنه هيكمل معاهم، لكن لما بيخرج جميل من مكتب المدير بيسمع مامته بتقوله إنهم هينقلوا يعيشوا في سيول. بيتفاجئ وأصحابه بيقرروا يثبتوا لمامته إن المدرسة دي كويسة ويمكن تسيبه معاهم. فجأة بيشوفوا طالب بيشرب سجاير بيجروا عليه ويضربوه ويحبسوه في فصل ويرشوا معطر عشان والدته ما تشمش حاجة، لكن الخطة بتفشل لأنها بتشوف السجاير على الأرض. بيقرروا يعطلوها لحد ما يوصلوا للمدرسة القديمة ويكلموها ويقولوا لها إن سيهون شاطر وبيساعد جميل، لكنها بتقول إن الأهم عندها إن الطالب يبقى ملتزم. بتمشي وأصحابه بيحسوا بالإحباط، لكن المدرسة بتاعتهم بتيجي وتطلب منهم ما يستسلموش. بتاخدهم بعربيتها وبتسوق بأقصى سرعة عشان تلحق جميل قبل ما يروح المدرسة الجديدة، وفعلا بيلحقوه. لكن فجأة بيظهر المتنمر وعصابته بيوقفوا الطريق بدرجاتهم النارية عشان يمنعوا جميل من الرجوع للمدرسة لأنه بقى خطر عليهم. أصحابه بينزلوا يتخانقوا معاهم. جي وون بتبدأ القتال بالرغم إنها بنت، بس هي شجاعة جدا وبتقاتل لوحدها
وقتها. بعدها زميلهم النينجا بينزل يساعدها وبيقدر يهزم عدد منهم لأنه كان بيتدرب مع جمين في السر وتعلم منه حركات قوية. فجون بيطلب من جي وو تمشي وهي بتوافق عشان واثقة فيه. المدرسة بتكمل الطريق وبتخبط كل الدراجات النارية اللي في طريقها عشان تلحق جمين. المتنمر بيتضايق وبيقرر يكسر وش جون، لكنه ما بيعرفش إن جون اتعلم حركة سرية من جمين بيطير في الجو وبيضربه وبيوقعه. في الوقت ده أصحابه بيوصلوا المدرسة الجديدة وبيطلبوا من والدته تسيبه لأنه مش مجرد زميل، ده قائد المجموعة. مامته كانت رافضة، لكنها لما بتشوف المدرسة القديمة ومديرتها بتتراجع عن قرارها لأنها بتثق فيها. المدرسة بتشرح لها إنهم ناويين يغيروا نظام المدرسة ويمنعوا العنف، وإن جميل وأصحابه بقى عندهم هدف وبيشتغلوا مع بعض. مامته بتتأثر بكلامها وبتفتكر كل المحاولات اللي أصحاب جميل عملوها عشان يرجعوه، فبتقرر تسيبه يكمل معاهم لأنه أخيرا لقى أصحاب حقيقيين. فجأة العصابة بتهجم على المدرسة وبيخرجوا كل الناس ويسيطروا على المكان. نائب الزعيم بيهدد المدرسة بالسلاح وبيطلب منها تبعد عن زعيمهم هان، بس هي بترفض وبتكون مصممة إنها تفصله. فرجالة هان بيخطفوها وبيبدأوا يهاجموها، لكن مامة جميل بتتدخل وبتضرب واحد منهم وبتحمي المدرسة. ساعتها بنعرف إن قوة جميل مش من فراغ، هو ورثها من مامته. جميل بيتضم ليها وبيبدأوا يقاتلوا سوا. جيوو بتساعدهم وبتنجح تهزم عدد من العصابة ومفيش غير نائب الزعيم اللي فاضل. نائب الزعيم بيستخدم السلاح ويوجهه للمدرسة، لكن مامة جميل بتحميها بجسمها والطلقة بتيجي في الشباك، بس الإزاز بيتكسر عليها وبتتصاب. فجميل بيشوف ده بيفقد أعصابه وبيقرر ينتقم. بيروح تاني يوم فوق سطح المدرسة وبيلاقي هان هناك بيهجم عليه، بس الحراس بيوقفوه وبيضربوه لحد ما بيقع على الأرض ويفتكروه اتغلب. لكن جميل بيفتكر كلام المدربة إنه لازم يتحكم في أعصابه ويفضل هادي عشان يستخدم قوته الحقيقية. فبيقوم وبيبدأ القتال من جديد، المرة دي بتبقى أقوى وبيصد كل الضربات، وعلشان هم أكتر بيستخدم حركات ممنوعة، واحد من ودانه والتاني تحت الحزام والتالت بيخبطهم في بعض وبيخلص عليهم بسرعة. في الآخر بيروح لهان وبيقول له فين كلامك، كنت بتقول إيه؟ بيضربه قدام كل الطلاب وبيعلم عليه، ومن اللحظة دي محدش يقدر يبص في عينه تاني. المدرسة كلها بتبدأ تتكلم عن البطل الخارق اللي اتضرب الزعيم. وقتها بنعرف أبو شعر أصفر واحد من حراس الزعيم طلع مضطر يبقى مع العصابة دي عشان جده في المستشفى ومحتاج مصاريف كتيرة، وجده كل يوم بيقول له حفيدي اللي مشرفني نفسي أشوفك شخص عظيم ومتفوق قبل ما أموت، ودايما بيشجعه على المذاكرة. فهو حاسس بالذنب قوي إنه ماشي في السكة الغلط. وجميل قابله بالصدفة في المستشفى، ولما حكاله اللي حصل لمامته لقى لطيف وبيعتذر له. فجميل قال له انت شكلك محترم، ايه اللي رماك على الزعيم ده؟ ما تيجي تذاكر معانا؟ فقال له لا خلاص، اذاكر ليه؟ والزعيم ده ابوه كبير ولما اتخرج هيشغلني في شركة ابوه. بعدين ظهروا اتنين تبع الزعيم، واحد منهم عامل فيها جوكر كده عايش الدور وجايين مخصوص ياخدوا ابو شعر اصفر عشان عندهم مهمة، وهو عمل نفسه ما يعرفش جميل عشان يحميه وراح معاهم بس نسي تليفونه. فلما جده رن عليه جميل راح قابله بنفسه ولقى جده ده راجل كبير وقاعد بيذاكر الامتحان التوبيك بتاع اللغة الكورية وبيحب العلم جدا رغم انه بيفشل كتير بس مستمتع. فجميل لقى حد زيه وحاسس بيه وحبه قوي. تاني يوم في المدرسة انتشر خبر فيديو عن راجل مات مطعون والمجرم طالب في ثانوي. فجميل وفريقه عرفوا ان ابو شعر اصفر هو المتهم بالقتل من شكله بالفيديو، وكان شاكك جدا انه ممكن يعمل حاجة زي كده، خصوصا لما سيهون وهيون عملوا تحريات ان من ساعة ما الزعيم ده جه المدرسة دي والجرائم معظمها من طلبة المدرسة، وده معناه ان في مجرمين كبار بيعملوا الجريمة ويلبسوها للطلبة دي عشان هم لسه صغيرين وهياخدوا حكم مخفف. مقابل ده هيشغلهم معاهم في العصابة ويأمن مستقبلهم، بس ناقص انهم يلاقوا دليل ان ابو شعر اصفر ده بريء. وبالليل كان في واحد من صحابه حد بيطارده من العصابة، فشاف جميل في وشه وقال له ابو شعر اصفر ملوش اي علاقة، ساعده ارجوك. فجميل لما شاف اللي بيطارده مسكه ضربه وقعه على الارض. بعدين سمع من صاحب ابو شعر اصفر ان هو شاف المجرم الحقيقي بنفسه بيغسل السكينة في الحمام، والزعيم اتفق انه هيخلي ابو شعر اصفر هو اللي يلبس التهمة ويتسجن 3 سنين، ولما يطلع هيشتغل مع العصابة. بعد خروجه جميل راح لفريقه وقال
وقال لهم اللي حصل، وقال لهم إنه لازم يدوروا في الموضوع ده ويخرجوا أبو شعر أصفر. فعملوا خطة إن جامين وجيو وجون يطلعوا على مبنى اللي هو وقر الزعيم والعصابة، لأنهم عرفوا إن سلاح الجريمة الحقيقي جوه، فعايزين ياخدوه ويطلعوا أبو شعر أصفر براءة. وعشان يدخلوا المبنى ده أصلا صاحب أبو شعر أصفر اداهم لبس مدرسة كده وأسامي مزيفة لطلبة متسجلين في العصابة، فبتوع الأمن شكوا فيهم شوية بس لقوا أساميهم في الكشف فدخلوهم. فلما دخلوا لقوا في اجتماع لكل البلطجية بتاع طلاب المدرسة الثانوية اللي في المدينة كلها، فهم قعدوا يقولوا يعني احنا ما لقيناش يوم من الأيام غير اليوم اللي عاملين فيه اجتماع. بس من الناحية التانية بيبقى سيهون وهيون مراقبين ده من بعيد، وبيبقى معاهم طيارة كده بيراقبوهم من بعيد ويشوفوا الأجواء، وبيفضلوا يحاولوا إنهم يدخلوا المكتب ويتخانقوا مع العصابة لحد ما بيقدروا إنهم ياخدوا الدليل ويهربوا، وبيقدروا فعلا إنهم يبرئوا أبو شعر أصفر من الجريمة دي، وبيروحوا يسلموا الدليل للمحقق وبيقبض على الجاني. بعد ما بينتصروا على العصابة بيكونوا كلهم مبسوطين، لكن في الوقت ده جد أبو شعر أصفر كانت حالته خطيرة جدا، بس وهم في طريقهم لقوا كمية بلطجية من مدرسته مستقبلينه، فجميل وصحابه راحوا على جده بسرعة، وجميل بيقول له مش وقتك تموت دلوقتي، قوم حقق حلمك وامتحن امتحان الطبق. ولما أبو شعر أصفر جه وكان متعور على الآخر دخل يشوف جده اتمنع، وقالوا له مش هينفع جدك بيمتحن دلوقتي، واتحققت أمنية الجد وبعدين مات للأسف. وكله راح يعزي أبو شعر أصفر، وشكر جميل إنه ساعده وخلى جده يشوفه شخص كويس مش بلطجي. الكل كان منهار، وبعدها بكام يوم الدرجات طلعت وفريق جميل كله كسروا الأرقام وشرفوا جميل، وما زال جون بيضايقها إنه جاب درجات أعلى منها، وجميل بيطلع إنه طلع من أعلى 10 أرقام في التصنيف، والفرحة بتبقى مش سايعاهم. بعدين بيعملوا لجنة تأديب لزعيم العصابة، والمدرسة كلها بقت تتفرج على الخبر الحصري، ففريق جميل بيروح للزعيم وهو داخل المدرسة، فجميل واصحابه بيشوفوه بيقولوا له يا ريت ما تعملش مشاكل لحد بس ما تتحاسب. فأبو زعيم العصابة بيبص له كده وبيزعق له وبيقول له يعني انت مش عارف تلم المواضيع دي لحد ما تتخرج؟ فالزعيم بيبص له وبيقول بالعافية ما تخافش كله تحت السيطرة وكل حاجة هتخلص. وبيطلع فعلا ان الزعيم ده هو كان السبب في موت المدرسة، علشان كانت دايما بتفضل تنصحه وبتقول له ابعد عن اللي انت بتعمله ده وبلاش العصابة اللي انت فيها، وهو مش بيرضى يتغير فبيقتلها. وبعدين وهو خارج من المدرسة الشرطة بتيجي تستلمه علشان جيو سجلت له تهديدات صوت وصورة وهيتسجن. فهو ماشي قال لجميل خلاص غير المدرسة براحتك. وابو شعر اصفر عملوا كده لجنة في المدرسة وبيفتشوا تليفونات الطلاب اللي داخلين، واي حد بيلاقوا معاه تطبيق اللي كان عامله بيقوموا مسحينه. فبيرجعوا انهم يذاكروا مع بعض تاني، وجون كان عايز يبقى رجل اطفاء، وهيون نفسها تبقى مطورة، اما جيو نفسها تبقى مدرسة، وسيون لسه مش عارف. وبيسألوا جميل قال لهم انا بس اتخرج واخش الجامعة بعد كده ابقى احلم باي حاجة تانية بس انجح بس. فجيو دخلت عليهم وكانت جايبة الجدول النهائي للدراسة، فكانوا بيشدوا في شعرهم، وقالت لجون انا ههزمك المرة الجاية وهعلى عليك. المسلسل ده كتبته سهيلة محمد وسجلته سهيلة محمد برضو، ومنتجه إبراهيم توكل. لو بتحبوا ملخصات الهندي تقدر تشوفها على قناة باكو أفلام، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. أنيو.